بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا علوية؟ عاملين ايه؟ معاكم نصرة. يلا كده يا علوية، دعمونا واشتركوا في القناة. طبعا شفنا الماتش الأهلي وبنزرت لسه خلصان. الأهلي كسب 5-0. ماتش كويس، لعبة رايقة. في كذا نقطة كده هنتكلم فيها مع بعضينا كده. اللي جاب الأجوان طبعا تريزيجيه، جولين في الشوط الأولاني، وشريف وبن شرقي وكريم فؤاد. أول حاجة طبعا هنتكلم عليها، سيبك من الماتش، سيبك من كل حاجة. شفنا السيحة ليه؟ يعني السيحة ملعبش ليه ربع ساعة 10 دقايق؟ يعني نشوفه حتى مع الأهلي، ولا لعبش الماتش اللي فات، ولا لعبش الماتش ده. فده سؤال مهم جدا للكابتن ريفيرو يرد عليه. فين سيحة ملعبش ليه يا كابتن ريفيرو؟ نخش بقى في الماتش بقى النهارده. طبعا شفنا طبعا الماتش من أول فعلا ما شاء الله الأهلي عنده لعيبة كتيرة جدا. يعني فعلا بصراحة، يعني أنا لو مكان المدرب يعني هطلع، يعني مش عارف أختار مين يلعب ماتشات رسمية. يعني أنت فاهم، يعني في لعيبة كتيرة جدا 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 ممكن ما تلاقيش موجودة في التشكيل، ولا في الأساسي، ولا في الاحتياطي. الأهلي ما شاء الله، يعني عنده تريزيجيه، وعنده زيزو، وعنده بن شرقي، وعنده كريم فؤاد، وعنده حسين الشحات، طبعا محمد طاهر. فاهم؟ فعنده ما شاء الله، عنده زخيمة كتيرة جدا جدا. الحمد لله، ربنا بس يبعد عنهم الإصابات، ويكون عند حسن ظننا إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله. فالماتش كان كويس. طبعا الماتش دي يعني بتبقى مهمة وكل حاجة، بس هي بتبقى قصة تحضيرية. بتعرف اللعيبة، بتتعرف على اللعيبة ازاي، ده بتعرف كل واحد مركزه ازاي، المدرب بيحط خطته، واللعيبة تفهم خطة المدرب. فاهم؟ بس مش تبقاش مقياس للعيب ولا المدرب. انت ممكن تيجي في ماتش رسمي ما تديش حاجه خلاص من انت شفتها النهارده. يعني فانت الخمسة والأربعة دي ممكن ما تشوفهاش معاه في الرسمي، فممكن تشوفها. فاهم؟ احنا برضه مش هنحكم على المدرب الا لما نشوفه الا لما نشوفه في الرسمي هيعمل ايه في الدوري، كل سواء الدوري سواء افريقيا، سوبر، اي بطوله رسميه اللي هيشارك فيها. طبعا المدرب ده هيبقى تحت الانتظار، تحت الانظار. فهنتكلم في الماتش شويه. الماتش بدأ كويس، بس انا برضو مش عارف يعني. الدفاع بتاعنا هو كويس وكل حاجة، بس تحس برضه إن في ثغرات في الدفاع بتاعنا. يعني سواء اللي لعبوا الشوط الأولاني بيكهام أو ياسر إبراهيم، أو الشوط التاني. هو بصراحة اللي عجبني الشوط التاني بصراحة ياسر مرعي كان كويس النهاردة، وأشرف داري ده كويس جدا بصراحة. نفسي ما يمشيش. اللي يمشي بصراحة جوردي أشار. جوردي أشار في الشوط الأولاني مشفناش خالص، ما كانش موجود. علي شيف أول ما نزل جاب جون، وجاب ضربة جزاء، وكان هيجيب وكان في انفراد الجون كسره، بس كانت أوفسايد. لا بس شتيت بصراحة فعال عن جردة شهر. فجد جردة شهر ده يشوفوا إنه يسيبوه، يعني يمشوه ويجيبوا لنا حد مكانه بقى، فلسطيني أو أفريقي مصري أيا كان، بس حد يعتمد عليه. إن جردة شهر في الشوط يعني ما جاش، ما شفناهوش خالص يعني. الشوط الأولاني كان كويس. زيزو كان كويس جدا النهاردة، والعمل الأساس النهاردة تريزيجيه جاب جونين كويسين. فاهم؟ أنت عندك الناحية الهجومية دي إن شاء الله بإذن الله السنة الجاية مفيش مشاكل منها. إحنا عندنا بس مشكلة في رأس الحربة. لكن الدفاع ده شوية عايز يتظبط شوية. الشوط التاني بدأ طبعا، شفنا زي شريف أول ما نزل جاب جون. بعد كده بن شرقي جاب ضربة جزاء. بن شرقي جاب جون حلو جدا جدا جدا، بس حاجة واحدة اوف سايد. بس أنا شاكك إن هي مش اوف سايد بصراحة. يعني فاهم؟ يعني أنا حاسس إن هي مش اوف سايد، مش عارف ليه. بس هو جاب جون حلو جدا. مش يعني تحس لو مش موجود، بس كل ما بتجيله بيعمل حاجات فعلا ما شاء الله عليه. يعني مهاري وسريع، يعني بيفكر يلعب لعب الكورة. فبن شرقي لعب تقيل. فبقول لك المدرب هيكون عنده مشكلة في اختيار اللعيبة، وحدة التحكم في النجوم دي كلها. فاهم؟ انت لما مثلا تلاقي مثلا تلاقي تريزيجيه مثلا الناحية دي والناحية التانية، وحد مثلا أيا كان مين. فاهم؟ فانت اللاعب بره هيتضايق. فاهم؟ فهنشوف بقى التلفزيون هيحصل فيها، يعني التاني يتحكم فيهم ولا لأ، المدرب ويعرف يتحكم في اللعيبة دي ولا لأ. تاني حاجة طبعا النهارده كان واحد النهارده كان كويس. كان واحد النهارده يعني بصراحة لا، كان كويس عن الماتش اللي فات. عمل كويس جدا يا جماعة، بس هو مشكلته اللي هو بس عشان كان بعيد، فتحس اللي هو يعني بعيد عن الكورة شوية. لكن عمر عنده كورة كويسة، عنده كورة كويسة، عنده رفعة كويسة. فيعني عمر بس يشد حيله شوية عشان بس المدرب يعني يحطه في دماغه، عشان ما المدرب ما يقولكش لا ما مش عاوزه. طبعا ده كان نجم فريق كريم فؤاد طبعا. يعني ما شاء الله عليه، ربنا يبعد عنه الإصابات. وبصراحة زيادة شوية، دخلته عنيفة شوية، بيفكرني بأكرم توفيق. يهدى شوية على نفسه. بلاش التحامات القوية دي، لسه راجع واحدة واحدة كده يا كريم. محترم، ربنا يكرمك وتقف على رجلك. كده لعب كويس، لعب مهاري. يعني الجون اللي جابه النهارده جون قنبلة بصراحة يعني. فدي ميزة كريم فؤاد بصراحة، هو بيخش ويشوط، وممكن تلاقيه جوه 18 بيجيب اجوان زي السنة اللي فاتت لما كان بيعملها مع كولر قبل الإصابة. ده كريم لعب كويس، ولعب ما شاء الله، هيجيب يعني هيفيدنا كتير أوي 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 أوي.
فبالتوفيق يا كيمو ان شاء الله باذن الله يا كيمو. نتكلم في مين تاني؟ نتكلم في محمد طاهر طبعا، لاعب كبير طبعا محمد طاهر. لا لا، الحمد لله عنده لعبة كويسة بس أهم حاجة بقى في البنتوشة الرسمية يا جماعة، الدلع اللي كان بيحصل في آخر الماتش ده ما يحصلش. يعني احنا شفنا في آخر الماتش كده، أو بعد الجون الخامس بالظبط، بعد الجون بتاع بن شرقي ضربة الجزاء، اللعبة مش موجودة. فاللعبة مش موجودة، يعني بقى كله بيلعب وكله بيجري وكله بيعمل، يعني بقى وكله بتجري ورا كتير جدا يعني فاهم. لا، الحاجات الدلع اللي كان بيحصل ده يا دوق ما نشوفوش في الماتشات الرسمية. مش هينفع معانا الكلام ده يا جماعة. طبعا اللي هو انت جيب تريح بعد الأربع خمس أجوال، لا احنا عاوزين تلعب وتهاجم وما تقعدش. انت ممكن انت اصلا مع احترامي البرنزان بتاع الملاعب التونسي، ما كانوش بيهاجموك اساسا، ما فيش هجمات عندك تفتكر ولا حد يفتكر غير الجون اللي دخل في محمد الشناوي، فاهم؟ وجون هايف يعني، جون تعبان يعني. فانت لعبت في بيهاجمك يعني، ويا ريت نلعب ماتش كمان مع اي حد. نلعب لما يجي الكوره الناس، نلعب مع سيراميكا، نلعب مع بنك الاهلي، نلعب مع فريق بتهاجم، فاهم؟ عشان نشوف اللي هو الدفاع بتاعنا هيحصل له ايه، الوسط بتاعنا هيحصل له ايه. بس هي كانت بدايه كويسه مع النادي الاهلي. ان شاء الله نشوف اللي جاي احسن ان شاء الله. بس في حاجه مهمه جدا برضه نستور عليها، انور كده، حسين الشحات ما ينفعش يقطع راس حربه. حسين الشحات دي مش بتاعته. يعني انت عاوز تلعب حسين الشحات تحطه على الوينجين، ما تحطوش نص، دي مش بتاعته خالص. عاوز ممكن تديها مثلا لو اتزنقت ولا حاجه، ممكن تديها لطاير، تديها لبن شرقي، لكن حسين الشحات ما ينفعش في الحته دي خالص يا ريبيرو. فدي برضو نقطه مهمه جدا جدا حابين نتكلم فيها. وياسين مرقة كويس جدا، واشرف داري كويس يعني. بس يعني انا اعتقد لو هي يعني يبقى الاساسي عنده ياسين مرقة، سوري، اشرف داري وياسر ابراهيم، ده متهيألي التشكيل يعني الاساسيين اللي ورا. فاهمك انت بقى اللي ممكن حارس المرمى محمد الشناوي، ياسين داري، لا سوري، ابراهيم داري، ابراهيم داري. آه، محمد شريف، شكري، محمد شكري، محمد هاني. ما هو ده بقى، هو بقى يختار بقى قدامه. بس الفريق اللي ورا دول ثابتين يعني، مش هيحصل فيهم تغييرات كتيرة. بصراحة الأهلي نضاع، عجبني الموضوع، بس ما عجبنيش آخر ربع ساعة. الأهلي ما عجبنيش فيها بصراحة، بعد بقى بنرجع الكورة ورا ويمسكوا الكورة، مش عارفين يعملوا بيها إيه. لكن إن شاء الله بإذن الله إحنا السنة الجاية إن شاء الله كجمهور الأهلي هندعم الفريق وهندعم المدرب، وهنشوف المدرب بقى نظامه السنة الجاية معانا إن شاء الله بإذن الله. وهو كأس عالم أندية ممكن ما كانش خد فرصته قوي إن هو يجي يمسك كأس عالم أندية على طول. ما كانش فيه فترة لو يعرف اللعيبة ولا ضرب اللعيبة، ولا اللعيبة تعرف تفكيره، ولا هيعمل إيه، ولا هيدافع إزاي، ولا هيهاجم إزاي. لكن في ماتش بورتو هم كويسين بصراحة، عملوا ماتش جامد جدا في ماتش بورتو. فبالتوفيق إن شاء الله النادي الأهلي. واحنا ان شاء الله في انتظار بقى بداية الدوري، عايز بقى نشوف اللعيبه دي بقى ايه بقى في الرسمي، بقى نشوف بقى يعملوا ايه في الرسمي. سيبنا خلصنا من الودي، نخش بقى في الرسمي ان شاء الله يوم 8/8 ان شاء الله، يوم الاحد نعرف القرعه. هنشوف اتحاد الكوره يعمل القرعه يوم الاحد، فهنشوف بقى احنا اول ماتش لينا مين. بس يا رب بس ما يكونش مع بيراميدز ولا من الزمالك، احنا مش خايفين، بس نلحق بس نجيب حكم اجانب عشان ما نقعش في نفس المشكله بتاعت السنه اللي فاتت، السنه دي. ده موضوع حكم الاجانب قال لي ما يروحش وبتاع مش عارف ايه، والكلام اللي حصل ده يعني. فريت يعني يكون، عشان هو يعني قبلها بقى 14 يوم، فأتمنى تبقى صعبة لما يجيبوا حكم أجانب، حكام أجانب. فبالتوفيق النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله. ده كل ما عندنا النهاردة، وكل حاجة حابين نتكلم فيها مع بعضينا كده، ندردش مع بعضينا فيها. لو أنت ليك رأي تاني قوله لي في الكومنتات وأرد عليك إن شاء الله. السلام عليكم يا أهلاوي.